راجعين هنا ليه؟ احنا النهارده عاملين المليونيه دي علشان نقول ان الشعب المصري كله بيقول لك احنا اسفين يا ريس، الناس دي كلها عايزاك ترجع يا ريس. ايوه ارجع يا ريس. احنا من شباب 25 يناير الاصليين، الدليل اهو كلنا من 25 يناير الاصليين، وعمر ما كان من مطالبنا ان احنا نقول ارحل ارحل، احنا كنا بنقول ايه الحل ايه الحل. وايه الحل؟ هقول لك، انت تفتكر الثوره كانت ايام 25 دي كانت ايام امتحانات، ايام امتحانات يعني اسئله صعبه واسئله صعبه، الطبيعي ان احنا نرجع ونقول ايه الحل ايه الحل. انا عايز اقول لابراهيم عيسى اللي بيطالب بمحاكمه الرئيس، يفتكر يا هيما لما افتريت على الرئيس وقلت ان هو عيان، أيوه. جاي دلوقتي تطالب بمحاكمته. طب يا راجل رد له الجميل لما هو افرج عنك عشان هو راجل المفروض تتحبس، هو افرج عنك وامر بالافراج عنك عشان هو راجل اصيل وابن بلد. يا اخي رد له الجميل من باب رد الجميل يا اخي. مشكله الشعب ده ان هو مغفل، مش عارف قيمه الرئيس بتاعه. الرئيس ده احنا كنا قاعدين في بيوتنا معززين مكرمين، لا بنختار مجلس شعب ولا شورى، هو الراجل بيختار لنا واحنا قاعدين مرتاحين. الناس كلها دلوقتي فرحانه بالطوابير اللي بيوقفوها ساعه الانتخابات وساعه الاستفتاءات. احنا الناس دلوقتي مش فاهمه حاجه. الطوابير اللي كانت المره اللي فاتت كانت في الشتاء، الطوابير اللي جايه بتاعت انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى تبقى في الصيف. الحر يا جماعه دماغنا تسيب. الراجل ده لازم يديله الجميل. الشباب اللي بيهاجموا ده كان ابوه وامه لسه ما اتجوزوش لما هو طلع بطيارته في حرب النكسه سنه 76 ومبهدل اسرائيل. الشباب ده لا بيقرا ولا يعرف حاجه عن تاريخه. الراجل ده عمل لك اقوى بنيه تحتيه في العالم، اقوى بنيه تحتيه، ومش تحتيه انا بس، ده تحتيه وتحتيك وتحتيك كلنا. ده عمل حاجات كتير علشان مصر، مفيش قريه ما فيهاش كهرباء في مصر، ومفيش حد معهوش موبايل من صغير لكبير. ده كفايه التعليم المجاني، يعني هو يعلمكم القرايه والكتابه، واول واحد تكتبوا عنه وتهاجموه هو الرئيس. يا ريته كان سابكوا جهله احسن، يا ريته كان سابكوا جهله. دي ثوره، دي مش ثوره، ده شويه شباب على الفيسبوك قالوا يتقابلوا فين؟ قالوا لك ننزل ميدان التحرير، واكبر دليل ان الناس دي عملاء اما اختاروا يتقابلوا اختاروا عند كنتاكي المطعم الامريكاني. دي مش صدفه، دول لو من ولاد البلد صحيح كانوا اتقابلوا عند الشبراوي. مشكله الشعب ده ان هو مش عارف ان اللي حصل دي مؤامره ضد مصر. الناس دي كلها، طب الرئيس ما غلطش لما قال ان الناس دي اصحاب اجندات. روحوا اسالوها تقول لكم ان هم اصحاب. الناس دي كلها تبع وائل غنيم. وائل غنيم ده ماسوني عمل لنا خرم في دماغنا. انا رحت حالات عشان اعرف الخرم ده راح فين. الناس دي لوك يا بيه، الناس دي لوك. دي نكسه، دي مش ثوره، دي نكسه. فين الديمقراطيه اللي هم بيقولوا عليها؟ احنا لما طلعنا سنه عيد ميلاده وجبنا له التورته ورحنا بيها مسبير، ضربونا خدوا التورته، خدوا مننا التورته. الناس دي يا بيه لوك والله، ولا هي عارفه بتقول ايه ولا عارفه حاجه، ويقول لك فلوس مليارات. يا جدعان ده بيبقى رئيس شركه ومعاه فلوس قد كده. شفنا جيب سوارس معدي ايه؟ مش عايز يبقى رئيس مصر، رئيس جمهوريه يبقى معاه فلوس. رايحين يشيلوا اسمه من على المترو، يشيلوا اسمه من على المترو. يعني انت ينفع تشيل اسمه خوفه من على الهرم بتاعه؟ حتى لو خوفه ده ما كانش تمام. اخلاق الشعب المصري، اخلاق الشعب المصري. انت بتبقى تطلع الاتوبيس وانت قاعد يجي لك راجل كبير تقوم وتقعده. هو الرئيس بقى عشان ما طلعش الاتوبيس وهو راجل كبير ما ملوش عندك حق. الراجل طلب ان هو يقعد في شرم اللي عاش فيها وشاف حياته كلها فيها وطلب يموت فيها. يا جماعه ليه يا جماعه كده؟ ما بصراحه ما ينفعش يعني. دي اخلاق الشعب المصري. انا بقول لكل المعارضين لمبارك، لو ما لميتوش نفسيكوا وخليتوا الرئيس يرجع احنا هنجيب لكم سيديهاتكم. كل الناس عارفه سيديهات فين. مرتضى منصور معاه سيديهات لكل الناس. ارجع بقى يا ريس، ارجع بقى. البلد دلوقتي الفلوس هتكتر فيها، لما الفلوس تكتر في البلد الشعب اخلاقه هتفوز. ويرضيك يا ريس اخلاق شعبك تفوز. الرئيس لازم يرجع. على ايامك يا ريس الدكاتره كانوا شغالين احلى شغل، كان نص الشعب المصري مريض بميه ملوثه، مريض بكبد وبائي، مريض بفيروس سي، قمح، سرطان، كل الامراض كانت موجوده. دلوقتي لما الامراض دي كلها تروح الدكاتره وتقعد في البيت، انت يا ريس يرضيك الناس هو الرئيس ده اللي علمنا الحب. هو الحب اللي احنا فيه ده اخلاق الشعب. الناس دي ما اتجمعتش على كده من فراغ. الناس دي ايام ما كان الرئيس بيعدي بالتشريفه بتاعته الناس كلها كانت بتنزل من العربيات وتقعد تتعرف على بعض. الناس دي ما اتجمعتش علمنا الواد من فراغ. ايوه من ساعه ما اتنحوا الكراسي نزل تلف على دماغنا. فاكر المعديه قربها، فاكر المعديه اللي غرقت عند بني سويف. ايوه اللي غرقت في النيل ومات فيها يجي 50 واحد. هتقول لي على العباره اللي غرقت في البحر، هتقول لي فيها 1000 واحد مش مشكله. على الاقل دي ميه بحر، مش ال 50 غيره في بني سويف، يعني ميه نيل، يعني ميه وسخه. من الاخر يا اعلام، انا بقول للاعلام اهو، احنا لينا مطلبين. المطلب الاولاني الرئيس حسني مبارك يرجع، المطلب الثاني التورته اللي احنا جبناها في عيد ميلاده ترجع. الشمع بتاعها لازم يرجع. اول حاجه عايز اقولها للناس كلها ان الرئيس كان معلمنا الخشة والادب. ايام الرئيس ما كناش نقدر نجرؤ نعمل فيديو زي ده. ارجع يا ريس، ارجع يا ريس، ارجع يا ريس.